يعني كل اللي حكموا مصر من أول ما أعلنت الجمهورية في مصر، أعلنت الجمهورية سنة 1953، ومن تاريخه لم يسمح بقيام تنظيم سياسي منظم قوي. وكان دائما هناك حرص على إضعاف، يمكن إضعاف أي قواعد شعبية يحتمل أن ينتج عنها حزب سياسي قوي. يعني حتى النقابات مثلا في وقت الرئيس السادات، أنا مش يعني طبعا إحنا عارفين في وقت الرئيس عبد الناصر ما كانش عندنا غير الاتحاد الاشتراكي العربي اللي هو بيرقصه الرئيس وبيعين الأمين العام بتاعه، إحنا عارفين دي. وحتى في مجالس إدارات الشركات كان عدد المعينين أكتر من عدد المنتخبين عشان ضمان الولاء للنظام. يعني إحنا ما كناش بنسمح بوجود أو السماح بولادة أي حزب كبير، كان ده ممنوع. حتى في عهد الرئيس السادات يعني مثلا في نقابات اتحطت تحت الحراسة، ده اللي حصل. يعني فرضوا الحراسة القضائية على النقابات المهنية علشان ما نسمحش أو لا يسمح إن يبقى في أي قيادات شعبية أو قوى شعبية بتتولد عن يعني مثلا في أيام الرئيس السادات أنا أفتكر إنه تم حل مجلس الشعب مرتين علشان يتم التخلص من عدد صغير قوي من النواب. ده يمكن اللي أكتر من كده إنه الرئيس السادات أطاح فعلا وعزل نسيبه سيد مرعي، صهره بقى، شوفوا يسموها إيه، علشان خاطر كان بيسمح لنواب المعارضة إنهم يتكلموا. وعزل جمال العطيفي وزير الإعلام ساعتها علشان سمح إنه الأحزاب تعمل نقاش في التلفزيون المصري. يعني أنا عايز أقول هكذا كان يكون التصرف. وكانت بالنسبة لهم المجالس الشعبية ديت أو مجالس الشعب أو النواب مش أكتر من آلية يتم من خلالها تحقيق ما يطلبه. يعني عايز يسقط عضو ممكن يستخدم آلية مجلس الشعب لإسقاط عضو. يعني زي ما كده الشيخ عاشور والشيخ مش عارف ايه، المجلس يقول لك يطرد يتعزل يتفصل، خلاص، وانتوا فاهمين القصه بتبقى ماشيه ازاي، بقيه الحدوته. ده لما جه الرئيس السادات حل حزب الوفد وحزب التجمع وحبس فؤاد سراج باشا سراج الدين في اخر ايامه السادات وقضى على الحزبين دول. حب يخلق حزب جديد فعمل حزب العمل وجاب ابراهيم شكري. فالسيد ابراهيم شكري افتكر ان الموضوع بجد، فلما جه يشتغل بجد قال ده هو ده عبيط ولا ايه؟ اتهمه بالعبط يعني لما لقى الموضوع، مع ان طبعا الاستاذ ابراهيم شكري يعني ده قمه واستاذ الناس كلها، يعني مفيش كلام. لكن هو مش القصه كده، القصه انه لا يسمح بقيام نظام مؤسسي ديمقراطي مدني مطلقا، وانتوا عارفين الاسباب ايه. يعني يمكن احنا دلوقتي بنطالب حتى في الانتخابات كانت القوانين بتتفصل. يعني ايه تتفصل؟ يعني احنا مش عايزين اي حد ينجح من الاحزاب التانية، وقعدوا يقولوا لنا اعملوا قايمة اعملوا قايمة اعملوا قايمة. طب حاضر هنعمل قايمة،
جه ايام الرئيس رحنا عاملين قائمه نسبيه زي ما انتوا عايزين، بس هتبقى مشروطه. يعني ايه مشروطه؟ يعني الحزب اللي ما يحصلش على 8% من الاصوات على مستوى الجمهوريه مش هيدخل السحب. طب ما هو الاصوات اللي خدها تروح فين؟ ياخدها الحزب الحاصل على اعلى الاصوات. يعني عمليه كده متفصله، يبقى كله هيروح تاني للحزب الوطني. يعني ده اللي كان بيحصل بالظبط. وبعدين جم قالوا لا، الاحسن ممكن حد يجيب 8%، نرفعها كمان نخليها 10%. طب بعد كده مش عايزين حد يخش خالص، رحنا عاملين قائمه مغلقه مطلقه، اللي احنا عايزين يخش يخش، ما يخشش ما يخشش، وراح دماغنا من القصه بقى، لا مشروطه ولا محطوطه. لكن النهارده الاتجاه العام ان احنا نرجع بقى تاني عشان يبقى عندنا تمثيل نيابي حقيقي، نعود مرة أخرى إلى القائمة النسبية الغير مشروطة. لأنه إحنا كنا حتى في القائمة النسبية المشروطة يا جماعة بنعمل حاجة غريبة أوي. بعد ما أنت تاخد ال8%، وبعد كده أو بعد ما تاخد ال10% عشان تخش السحب، يبقى أنت لازم تكون حصلت على 20% من الأصوات في الدايرة اللي هتخش السحب عليها. 21%. يعني طب انت فلتت من دي على مستوى الجمهوريه، طب ماشي احنا بقى نوقعك في الدايره. يعني وكانه احنا وده عوار. ده عوار ان انا مش عايز حتى ان الشعب يختار من يمثله. يعني زي ما كده في القائمه المطلقه المغلقه دي، ان انت ممكن تاخد في دايره 49% وقائمه اخرى تحت 51%. انت اهدرت راي نص المجتمع، انت ضيعت حقه في اختيار من يمثله. نص المجتمع انت ضيعت حقه. هتيك بقى من التزوير والتزييف والتدليس والكلام اللي بنتكلم عنه. انا بتكلم في قوانين. ما ينفعش ابدا هذا الكلام يكون في كيانات او في دول بتطالب ان تكون هناك حياة ديمقراطية او بناء سياسي حقيقي. طيب